اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعالوا نعمل مع بعض شاورما في البيت زي بتاعة المحلات بالظبط. لو عندك صدر فرخة زايد من الأكل أو أي قطعة من الفراخ زايدة عندك، تعالوا نعمل مع بعض شاورما بيها. جبت هنا الطماطم قطعتها صغير زي السلطة، وقطعت فلفل جرنين فلفل حاميين علشان الشاورما بتبقى سبايسي. لو عندك فلفل ألوان برضو حطي. وقطعت البصلة شرايح كده زي ما انتوا شايفين، 3 بصلات صغيرين خالص. لو عندك بصلة كبيرة قطعيها بدل ال3. هنا طبعا ده كان زايد مني الفراخ دي، قطعتين الفراخ دول حتى العيال كانوا واكلين منها فما كانوش بيحبوا الحته دي، فانا بقى عملتها شاورما. فانت لو مش بتحبي مثلا حته في الفراخ او زايد عندك حته من الاكل، يعني زايد فراخ من الاكل اللي انت عملتيه، فتعمليها شاورما احسن. او مثلا انت زيكتي من طعم الفراخ كده، فجرب الشاورما دي هتعجبك طبعا خالص. انا حطيت هنا البصل وحطيت الزيت عليها، وهبدأ ان انا اقلب فيها لغاية ما البصلة معايا تدبل، ما تتحمرش، تدبل بس. طبعا الفراخ انا بعد ما حمرتها كنت محمراها، لان كنت عاملة يعني اكل وكده، فزاد منهم الفراخ دي. كنت محمراها في الزيت، وبعدين رحت جبتها وقطعتها شرايح صغير خالص، وهعمل بها الشاورما دلوقتي. شايفين انا مش بحمر البصله، بخليها بس تصفر كده تدبل معايا. جبت الفراخ بعد ما قطعتها حطيتها على البصله. طبعا الطاسه دي هتلاقي الفراخ بتلزق فيها، لو عندك طاسه تيفال هي يعني تكون احسن، علشان الطاسه التيفال مش هتلزق فيها الفراخ. وهنا بدأت بعد ما حطيت الفراخ رحت حاطه الطماطم اللي قطعتها والفلفل. لو وصلت لغايه هنا متنسيش تعملي اشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. متنسيش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام في التعليقات. نكمل باقي الوصفه. حطيت كده شويه زيت صغيرين، حبه زيت علشان بس الفراخ ما تلزقش معايا في الطاسه. وبدات هنا احط توم باودر وبصل باودر وفلفل اسود وكزبره وملح واي توابل عندك. بص اي توابل في المطبخ حطيها. عندك توابل شاورما برضو تبقى حلوه خالص، حطي توابل شاورما. مش عندك عادي اي توابل عندك في المطبخ، يعني لمي التوابل كلها وحطيها على الخلطه دي، هتديكي طعم تحفه. وزي ما انتوا شايفين كده الشكل والطعم تحفة 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 تحفة. دي طبعا ممكن تتحط على البيتزا، وممكن تاكليها كده في سندوتشات شاورما. ممكن تعمليها شاورما سوري في عيش كده وتلفيه وتحمريه في الطاسة. ممكن تعمليها بحاجات كتير خالص، ممكن تحطيها في الكريب، ممكن تعملي بيها حاجات وصفات كتير خالص. وانا ساعات برضو بفتح العيش البلد الصغير وبحطها جواه وبحمر العيش، يعني حواوشي، بعمل بها برضو حواوشي. يعني بجد وصفة تحفة، بتمنى ان انتوا تجربوها. اتمنى طبعا ان انتوا تجربوها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس وتقولوا رايكم في الكومنتات. هشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.